السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تنقل الأربعاء الماضي الدولي الجزائري حسام عوار إلى القنصلية الجزائرية لمدينة ليون الفرنسية من أجل استخراج بعض الوثائق الإدارية وتجديد جواز سفره الجزائري حسب ما نشرته الهيئة الدبلوماسية الجزائرية على حسابها الرسمي في الفيسبوك. وأرفقت الهيئة الدبلوماسية الجزائرية منشورها بصورة للنجم الجزائري حسام عوار رفقة قنصل الجزائر بليون. وتأتي هذه الخطوة من النجم الجزائري بتجديد جواز سفره وتحضير وثائقه الجزائرية تحسبا لالتحاقه بالمنتخب الوطني الذي ينتظر أن يتم ابتداء من التربص القادم للخضر والمقرر شهر جوان. وخلال فترة التوقف الدولي المقبلة والذي ستتخلله المباراة أمام أوغندا برسم الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من تصفية كان 2023 بكوت ديفوار، إضافة إلى مباراة ودية أمام منتخب تونس بملعب عنابة. وسيكون حسام عوار بنسبة كبيرة في تربص جوان القادم، خاصة بعد إصابة النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر وغيابه عن الميادين لمدة قد تقارب 3 أشهر أو أكثر. وفي الأخير، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلكم كل جديد.